مرحبا بكم في لمة دستورية، اللمة اللي تجمعنا مع بعضنا ومن خلالها نحاولوا باش نبسطوا الدستور ونفهموا هالمرحلة القادمة كيفاش باش نعيشوها. موضوعنا اليوم من أهم المواضيع اللي ترتكز عليهم الديمقراطية هي الانتخابات. كيفاش باش تكون عندنا انتخابات في تونس؟ كيفاش باش يكون تنظيمها؟ شنية مواصفات اللي باش يترشح للانتخابات على اختلاف انواعها؟ وشنية خاصيات الانتخابات اللي باش تكون موجوده في المرحله القادمه؟ هذا كل باش نحكيو فيه مع مختصين. باش تكون معنا هناء بن عبده من الجمعيه التونسيه للدراسات السياسيه، وباش يكون معنا زاده شوقي قداس الكاتب العام للجمعيه التونسيه للقانون الدستوري. لكن قبل ما ناخذوا اراء المختصين نمشيو للشارع نشوفوا مواقف وردود فعل الشارع التونسي ومن بعد نرجعوا. باش الناس تعيش عيشة على باس والاحزاب كيف الناس كي بعضهم نعملوا ثنية في البلاد، ثنية صحة. القانون الانتخابي هو يصلح باش ينظم البلاد ويخلي الاحزاب كلها تحترم الديمقراطيه وتحترم قواعد الانتخابات. والله القانون الانتخابي يصلح لتأسيس الدولة وكل الحاجات فيها فهمني، ولا حاجات رمزية فهمني، ولا للانتخابات. القانون الانتخابي باش يجيبوا رئيس جديد ويعمل لنا برشا مشاريع ويعمل كل شيء. الانتخابي هو مصلحة الدولة ومصلحة الشعب الكل. ينظم الانتخابات هو باش المواطن يختار الشخص اللي ينفع. شيء الانواع فيها انواع، هي صفراء وحمراء، الحمراء من بكري مشات على راه. بلديه ورئاسيه. انتخابات رئاسيه، انتخابات تشريعيه، وانتخابات بلديه. ثم انواع الانتخابات وما نجمش نحدد لك شنو هي بالضبط. انتخابات بتاع الرئاسه. شنو قصدك؟ بلديه ورئاسيه وتشريعيه. إذا كانت هذه ردود فعل الشارع التونسي حول موضوع الانتخابات. شوقي نعاود نرحب بك مرة أخرى. تعريف، نعرف برشا عباد تفهم شنو هي الانتخابات، لكن نعرف أنه زاد فما برشا تفاصيل تنجم تغيب على المواطن. شنو هي الانتخابات؟ شنو هي الانتخابات؟ يظهر لي المواطنين الكل يعرفوها، هي أخذ رأيهم حول إما شخص أو قرارات مهمة في الاستفتاءات. هذا هو اللي يصير عادة، لكن يظهر لي كان تحدث